ازيك يا ورور؟ ولو عايز تعرف يعني ايه ورور اتفرج على الحلقة الأولى. صحصح بقى معايا وركز واسمع الكلمتين اللي أنا جاي أقولهم لك في تاسع حلقة من حلقات مشروع ممكن من إنتاج أثر. حلقة النهاردة يا ورور بتتكلم عن عالم تاني موازي للعالم اللي بنعيشه كل يوم، رحلة بتستغرق دقايق أو ثواني وبتاخدنا نشوف حاجات نفسنا نشوفها أو ما نفسناش، وتودينا لحاجات بتطاردنا فنجري بأسرع ما عندنا ونقع على وشنا ونعيط ونصحى فجأة نلاقي دموع على خدنا. الأحلام يا ورور عبارة عن مجموعة تخيلات بتحصل لنا واحنا نايمين، بتاخدنا لعالم تاني، عالم مختلف تماما في منطقيته عن العالم اللي احنا بنعيش فيه. بيقول فرويد ان الاحلام هي وسيله بتلجأ لها نفوسنا علشان تشبع رغباتها المكبوته، خصوصا لو كان صعب اننا نحققها في الحقيقه، زي المثل اللي بيقول الجعان يحلم بسوء العيش. لكن دايما الاحلام ما بيكونش قوامها متماسك زي الحقيقه كده يا ورو، مش مفهومه وما بتوصلش لحاجه، مجموعه من الالغاز اللي صعب تحلها، حتى لو حلتها من وجهه نظرك فما فيش شيء بيثبت صحه توقعك. وبيقول علماء النفس إن مدة الحلم بتبدأ من 4 ثواني وممكن توصل في أقصى مدة للحلم الواحد ل 45 دقيقة، وإن أقصى مدة للأحلام خلال الليلة الواحدة من ساعة ونص لساعتين تقريبا، بحد أقصى 7 أحلام في الليلة. الأحلام يا أبو الوراور بتمثل لغز كبير جدا للإنسان على مر العصور، فكانوا أوقات بيفسروها على إنها مخاوف فترة الطفولة، وأوقات تانية بيقولوا إنها رغبات عند الشخص بيسعى ليها، أو إنها تفريغ لنشاط الدماغ. كلام كتير وحيرة كتير وفضل العالم مش فاهم، مش معروف تحديدا إمتى بدأ البشر في تفسير الأحلام، لكن أقدم سجل تاريخي اتوجد بيتكلم عن تفسير الأحلام وتحليلها بيعود للألفية الثالثة قبل الميلاد، كتبه البابليون والسومريون القدماء. وبيقال إن في مصر القديمة كانوا بيعتبروا الأحلام تنبؤ بالمستقبل أو رسالة من الإله للشخص، وانتشر اعتقاد وقتها إن الآلهة بتروح للأشخاص في الحلم تأمرهم إنهم يعملوا حاجات معينة. وبيقال إن في مدن في العصور دي اتبادت ومدن اتبنت على حس حاجة شبه كده، يعني ينام جدنا مينا يحلم بتوحيد القطرين، يصحى فاهم إن الإله أمره بكده فينفذ فورا، يقوم ينام جدنا خوفو يحلم بهرم، يصحى يصنع واحدة من عجائب الدنيا السبعة في عصرنا. كمان انتشر تفسير الأحلام في كتير من البلاد القديمة زي الصين والهند وبلاد فارس. تيجي انت يا ورور تسألني سؤال وتقولي من أين تأتي الأحلام؟ أقول لك يا سيدي، دماغ الإنسان يا ورور شيء معقد جدا فوق ما تتخيل، ومن قدرة ربنا احنا بننام مش حاسين بشيء، لكن دماغنا بتفضل شغال، وده السبب الرئيسي للأحلام. كتير من الدراسات والعلماء أجمعوا إن الأحلام هي محاولة لفهم النشاط العصبي للدماغ أثناء النوم. بيحصل نقل للإشارات جوه دماغك من مكان اسمه البونس من خلال حاجة اسمها المهاد علشان توصل لحاجة اسمها القشرة الدماغية، وده باختصار اللي بيسبب الحلم. كمان بيبعت البونس إشارات للخلايا العصبية في النخاع الشوكي، وده بيسبب شلل مؤقت للإيدين والرجلين علشان يمنع الجسم إنه يتصرف أي تصرف ناتج عن الحلم فيتصاب أو يأذي نفسه. كل اللي احنا قلناه ده بقى بيحصل في وقت حركة العين السريعة. طبعا انت كورور ما تعرفش ايه هي حركة العين السريعة. حركة العين السريعة دي بتتقسم ل3 مراحل يا ابو الوراوي، وركز معايا الله يكرمك. المرحلة دي اللي بيكون فيها الشخص مغمض عينه بس سهل انه يصحى، ودي بتاخد من 5 ل 15 دقيقة تقريبا. المرحلة التانية بقى هي النوم الخفيف، ودي اللي بيقل فيها وعي الشخص باللي حواليه، وبتبدأ تقل سرعة ضربات القلب، وبتنزل درجة حرارة الجسم تدريجيا علشان يستعد الجسم انه يدخل في مرحلة النوم العميق، ودي المرحلة الثالثة. دي بترتخي فيها العضلات تماما وبينزل معدل ضغط الدم والتنفس، وبيبقى فيها من الصعب ان الشخص ده يصحى بسهولة. وهنا بقى تبدأ حركة العين السريعة، بيبدأ نشاط الدماغ يعلى، وده بيحصل بعد 90 دقيقة من النوم تقريبا. هنا بيرجع التنفس يبقى سريع لكن منتظم أكتر، وتبدأ العين تتحرك في اتجاهات مختلفة بسرعة، وتزيد ضربات القلب تاني، ويزيد معدل ضغط الدم. في المرحلة دي تحديدا بيدخل الشخص عالم الأحلام. يا سلام، أما قصة بصحيح. في بقى حاجة اسمها الفراغ العقلي، ودي
بتحصل للاشخاص اللي دماغهم فاضيه حرفيا. واحد مثلا قاعد طول النهار في بيته او اوضته، ما بيتعرضش لمواقف او اشخاص او اي شيء يملى دماغه، فالنتيجه انه ما بيحلمش لان دماغه مش لاقي حاجه تحطها له في الحلم. واللي اثبت ده تجربه عملوها على 13 شخص عندهم الفراغ العقلي. كانت نتائج التجربه دي ان 4 بس من ال 13 هم اللي حلموا، لكن كانت احلام مش معقده وما فيهاش غير انهم حلموا مثلا انهم ماشيين او انهم بيحلقوا. فاهم الفرق يا ورور؟ ما حلمش ان راس ابوه على جسم مس سميه وبتجري وراه في الصحراء. يعني الاحلام يا ورور كانت من الحاجات اللي حيرت علماء النفس كتير برضه، وفسرها فرويد انها انعكاس لرغبات العقل اللاواعي عند الانسان، وانه بيحقق رغباته اللي ما بيقدرش يحققها في الحقيقه من خلال الاحلام. وبيقول كمان انها بتكون مرتبطه بشكل كبير بذكريات الطفوله واحداثها. هنا نستنتج ان مفيش تفسير ثابت للحلم، لانه بيكون متعلق بالشخص نفسه. يعني ممكن نحلم انا وانت يا ورور ان عم سعيد البقال بيضربني، بس هنا هيبقى كل واحد فينا ليه تفسير يخصه، مش شرط ابدا يدونا نفس المعنى، لان بنسبه كبيره اللي انت تعرضت له مع عم سعيد وانت صغير مش نفس اللي انا تعرضت له معاه. نسكت بقى ونسمع كلام اخونا الكبير فرويد؟ لا، ما نبقاش بشر. جه عالم اسمه كيلفن هال قال لك الكلام ده غلط، وقال ان احلامنا هي انعكاس لرغباتنا، وانها مجرد افكار بتظهر لنا وقت نومنا بنكتسبها من خلال حياتنا اليوميه. يعني مثلا زي شخص بيحلم انه بقى رجل اعمال كبير وبعد كده بيخسر كل شيء. ده بيفسره كيلفن ان الشخص ده في الحقيقه شايف نفسه قوي لكنه خايف ما يقدرش يحافظ على الثروه دي. الاحلام بقى في الاسلام مفسره تفسير مختلف عن كل اللي فات ده. الاسلام فسر الاحلام لثلاث انواع، وهما الرؤيه وحديث الشيطان وأضغاث أحلام. وبيقول إن الرؤية دي هي من الله سبحانه وتعالى، وبيكون الغرض منها التبشير بالخير أو التحذير من الشر. وحديث الشيطان هي باختصار الأحلام الخبيثة، أو زي ما بنقول كده الكوابيس. أما بقى أضغاث أحلام فهي الأحلام العادية اللي بيشوف فيها الإنسان نتائج الأحداث اللي عاشها طول يومه من مواقف وأشخاص بتسيب تأثير في دماغه فبيحلم بيها. طب ليه أصلا بتحصل الأحلام؟ ما أكيد في سبب. الحقيقة يا ورور إن لحد دلوقتي مفيش تفسير اكيد لسبب حدوث الاحلام. يعني ناس تقول لك معالجه للذكريات والعواطف، ناس تانية تقول لك انعكاس لرغباتنا اللاواعيه، ناس تقول لك اسلوب لمواجهه المخاطر المحتمله، على اساس يعني انه بيعود الانسان على خوض المخاطر فلما يواجهها في الحقيقه يقدر يتعامل معاها، وكلام كتير قوي سيادتك. المهم يا ورور يا حلو، انت خليك متاكد ان كل شيء ممكن يتحقق حتى الاحلام. ولو استفدت من كلامي او حرك فيك شيء اعمل سبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، لعل وعسى أكون سبب يخليك تقتنع إنه ممكن. مع السلامة.